السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بشرى في البيت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد غنشارك معكم بريوش على شكل شهدة بطريقة سهلة وبعجين قطني. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. لا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غنبداو بسم الله في المقادير. غنحتاجو 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، غنحتاجو ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، غنحتاجو كاس ديال الماء العبار بالكاس العنبه او اي كاس عبرتو به نفسو عبروا به الحليب. غنحتاجو كاس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال زيت نباتيه، وغنحتاجو بيضه. بالنسبه لصفر البيض كنحتفظوا به حتى الاخير. وغنحتاجو 5 الكيسان ديال الطحين ديال الفورص، من احسن تكون نوعيه مزيانه. والكاس اللي كنعبروا به الحليب والماء هو اللي كنعبروا به الطحين، 5 الكيسان بالضبط. بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم مكتوبين في اول تعليق او في صندوق الوصف. هنا كنخلطو غير بالخلاط اليدوي حتى كتفاعل الخميره، عاده كنستعمل يدي. هنا ضفت 3 الكيسان ديال الطحين، وغنضيف الكاس الرابع كما كتلاحظوا معايا. هنا كنضيف شويه ديال الملحه وكنخدموا العجين. بالنسبه للعجينه كتكون خفيفه، كتبقى تلصق هكا في اليدين. هنا كنخدمها غير بالاصابع كما كتلاحظوا معايا. غنضيف الكاس الخامس البنات كما كتشوفوا، وغندخلو مزيان والعجينه كتبقى خفيفه. بعد ما كنجمع العجينه غنضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. العجينه ديال البريوش ما كتكونش قاصحه كما غتلاحظوا معايا، كتبقى هكا تلصق لك في اليدين ديالك. بالنسبه للطحينه البنات استعملت 5 الكيسان اللي عامرين، او تستعملوا 500 غرام بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا بالغرام. هنا كنضيفوا ملعقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، وكندخلها مزيان في العجينه. بعد ما كندخلوا الزبده في العجينه راه تولي العجينه رطبه ومطاطيه، ما تبقاش هكا تلصق هكا في اليدين كما غتلاحظوا معايا في الفيديو. كنحاول ندخل الزبده مزيان في العجين على هذا الشكل. وبعد ما كنجمع العجينه كندهنها بشويه الزيت، وغنغطيها بمنديل وكنخليها تخمر لمده ديال 40 دقيقه. بالنسبه للبريوش قد ما خليتوه خمر قد ما كيعطيكم نتيجه غزاله وكيكون هشيش. واخا تخليوه لمده ما بين يومين حتى 3 ايام كيبقى بنفس الطراوه ديالو. بعد ما خليته خمر واحد المده ديال 40 دقيقه كنهبط الهواء اللي كيكون فيه كما كتلاحظوا في الصوره. كيتشكلوا فيه فقاعات، عرفوه راه غينجح معكم من اول تجربه. هنا كندهن بشويه الزيت وغنشكلهم كويرات اللي كيكون الحجم ديالهم صغير. انا غنديرو على شكل شهده، وانتوما الا بغيتو ديروهم هكا فرديين كيبقى لكم الاختيار. غنشكل كاع العجينه اللي عندي كويرات، وغندوز غنعمرهم بالشوكولات. تقدروا تعمروهم بالكونفيتير او باي نوع ديال الكريمه كتعجبكم، نتوما كيبقى لكم كل اختيار. بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي شكلتهم كويرات غندوز ناخذ الشوكولات ديال الدهن اي نوع عندكم ضيفوه، وكنسدهم على هذا الشكل كما واضح في الصوره. وكنضيفهم في الطاوه اللي غتدخل الفران. انا استعملت طاوه على شكل دائره اللي درت ليها ورق الزبده او دهنوها بشويه الزيت. بالنسبه للبريوش راه ما كيلصقش في الطاوه. هنا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ونرجع معكم نكملوا الفيديو. بعد ما شكلت كاع الكميه اللي عندي كناخذ صفار البيض اللي كنضيف ليه شويه ديال الحليب مع شويه ديال زيت نباتيه باش كيعطينا داك البريو ديال البريوش البنات. بعد ما كنخرجوه من الفران كيبان لينا محمر، وكندهن به الوجه ديال البريوش. وضروري البنات نخليوه يخمر واحد المده ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ضروري من هاد المرحله. والفران يكون على عافيه متوسطه، ما تجهدوش ليه الفران لان بسرعه كيتحمر هو، لان فيه السكر وفيه البيض دغيا كيتحمر. كنطيبوه على عافيه مهيله باللي كنبغيو نطيبوه. دابا دهنتو البنات بصفار البيض وغنزينو وغنخليه وحدين حتى نخرجو عاد كنزينو، وغنغطيه ونخليه يخمر. بعد ما كيخمر كندخلو الفران اللي كيكون سخون شاعله من الفوق ومن التحت على 200 درجه او 180 درجه على حساب الفران كل واحد.
وكان هذا هو الشكل النهائي بعد ما خرجت البريوش من الفران. الصراحة جا بريوش اللي غزال، هكا قدميه لوليدات ديالك او الضيف ديالك، كيجي بريوش اللي رائع. هنا غنحيدو من الطاوة البنات، درتو في التبسيل التقديم ودهنتو بشوية ديال العسل، وغنزينو بشوية ديال اللوز ايفيلي اللي كيبقى اختياري، وكنضيف شوية ديال الكوك هكا فوق من اللوز، كيعطي واحد المنظر زوين ومذاق زوين. وهنا غنقطع معكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج باش نبقى ننزل لكم وصفات اللي في متناول الجميع واقتصاديين. هنا نقطع معكم تشوفوا الشكل النهائي.